بسم الله الرحمن الرحيم. عمرك فكرت تبص للأمور من وجهة نظر طفل لسه مولود؟ إنسان لسه نازل الدنيا لا حول له ولا قوة. طفل أمانة نازلة من عند ربنا لأب وأم علشان يرعوه ويربوه ويكبروه، لأن الأبناء نعمة عظيمة من ربنا لينا في الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. حاجة كده تدخل على قلبك البهجة. بس السؤال: هل الأهل دول فاهمين قيمة النعمة دي؟ هل هم مستعدين انهم يركزوا علشان يطلعوا انسان نفسيته مطمئنة وقلبه سليم؟ ولا الاهل دول مش فاهمين حجم المسؤولية وفرحانين بالبيبي وخلاص؟ لو فتحت القرآن هتلاقي ربنا بيقولك على الطفل وهو نازل الدنيا بيبقى عامل ازاي. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني حضرتك استلمت إنسان جديد لنج، جاي الدنيا ما يعرفش حاجة غير اللي انت هتقولها له، ومعاه أجهزة استقبال سمع وبصر ومخ. انت أول واحد هتستعملهم علشان تبرمجه. ما هو انت اللي بتشكل وتبرمج ابنك سواء عارف كده أو لأ. وخلي بالك، ابنك لما جه الدنيا هو جاي في حالة سكون، لا عنده ماضي يحزن عليه ولا مستقبل يخاف منه. هو عايش في الحاضر. تعال بقى نتكلم عن برمجة عقل الطفل اللي هي مرحلة السفنجة اللي بتكون شخصيته. من أول ما الطفل بيخرج للدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لحد سن 5 سنين تقريبا بيبقى عامل زي السفنجة، بيمتص كل المعلومات والبيانات اللي بتوصل له من الأب والأم عن طريق السمع والأبصار والأفئدة، ويبدأ عملية تخزين المعلومات في العقل. وفي الفترة دي العقل بيبقى شغال بأقصى طاقة علشان يكون الأساس اللي الطفل ده هيحتاجه في المستقبل علشان يعرف يتحرك في الدنيا. دي فترة الانتقال من لا تعلمون شيئا إلى تعلمون. يعني كده دور الأب والأم مهم جدا 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 في برمجة وتشكيل عقل الطفل بطريقة تسمح له إنه يتمكن لما يكبر يدير النفس بكل سهولة، ويستخدم مكوناتها عقل وقلب بطريقة صح. المشكلة هنا لو فترة السفنجة دي كانت فترة ضغط وتوتر على الطفل الجميل اللي لسه جاي الدنيا لا حول له ولا قوة، هيطلع ايه لما يكبر يا ترى؟ تعال نسمع شوية أمثلة مدمرة لمرحلة السفنجة. إهمال الأب يطلع طفل ما عندوش ثقة في نفسه، وبالتالي ما يعرفش يكون علاقات صحية في المستقبل. ممكن يبقى عنيف وعنده مقاومة أو ينعزل. بيبقى عنده صعوبة في التركيز وضعف في تحصيل المعلومات. الأب بيشتغل على العقل ودوره هو التشجيع والتحفيز. طب لو الأم أهملت يجيب انعدام أمان، وبالتالي لما يكبر يلاقي صعوبة إنه يثق في الغير وصعوبة في تنظيم المشاعر، لأن الأم بتشتغل على القلب. والإهمال في التواصل العاطفي بيجيب حالة من الخوف والحزن والاكتئاب والقلق. كل دي حاجات بتأثر على العقل لما الطفل يكبر. هي دي البذرة اللي بتتزرع داخل العقل فتضغط عليه بأصوات ودوشة مستمرة، تخليه عايش في انزعاج لأنها اتبرمجت جواه وهو صغير بدون ما يعرف. خلوا بالكم من أولادكم لأن نفسيتهم أمانة عندكم لحد ما يكبروا.